لو رحت في مره تغير زيت الموتور بتاع عربيتك ولقيت الراجل بيقول لك ان الزيت نازل لونه ذهبي وبيلمع ومبسوط كده، او في مره تانية قال لك ان الزيت نازل لونه اسود ومحروق وشكلك اتاخرت عليه، في الحالتين كبر دماغك، لان الحاجه الوحيده اللي تفرق في لون الزيت لما بتكون بتقلي فيه بطاطس، غير كده الموضوع ملوش اي علاقه بالموتور بتاع عربيتك. ليه بقول لك كده؟ عشان الحقيقه ان الزيت بتاع العربيه وظيفته جوه الموتور ان هو يقلل الاحتكاك ما بين اجزاء الموتور اللي بتشتغل ويسهل الحركه ما بينها، وكمان يجمع شويه رواسب كربونيه من جوه الموتور. ومهما كان موتور عربيتك لسه جديد وكفاءته كويسه او موتور قديم، فطبيعي جدا ان يكون جواه رواسب كربونيه، خاصه لو الموتور ده اشتغل لفتره، وساعتها الزيت هينزل منه لونه غامق وفقد اللون الذهبي الجميل بتاعه ده، ولكن ده ابدا مش معناه انه ما قامش بدوره. والصح انك تختار زيت موثوق تحطه في عربيتك وتغيره حسب التوصيات بتاعه مصنع العربيه وحسب ميعاد الصيانه وحسب المكتوب في كتالوج العربيه، وما تسمعش اي كلام تاني عن موضوع اللون بتاع الزيت اللي نازل من عربيتك او الوقت بتاع التغيير بتاعه. وعلشان تختار بقى الزيت المناسب لموتور عربيتك لازم تختاره من شركه كبيره وموثوق فيها زي الزيوت بتاعه اي سي ديلكو، ودي علامه كبيره تابعه لمجموعه جنرال موتورز بتاعه السيارات، عندهم اعتماد خاص للزيوت اسمه ديكسوس، وده اعتماد بيقول ان الزيت ده بمواصفات خاصه جدا وكفاءه عاليه وبيشتغل في مختلف الظروف. وطبعا هتلاقي بعض الزيوت بتاعه اي سي ديلكو عليها الاعتماد بتاع ديكسوس ده. ولسه بقى في كلام كتير جدا هنقوله عن الزيوت في السلسله بتاعه حافظ على عربيتك مع اي سي ديلكو دي، فتابعوها في الفيديوهات الجايه.